طمني عنك من شان الله، من شان الله طمني عنه. وينك يا دون، انقذنا يا دون. تأهل منتخب ألمانيا إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مواجهة درامية أمام منتخب إيطاليا انتهت بالتعادل ب3 أهداف لكل فريق في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك. ثلاثية ألمانيا جاءت بأقدام جوشوا كيميتش في الدقيقة 30 ثم جمال موسيالا في الدقيقة 36 قبل أن يضيف تيم كلينيست الهدف الثالث. مع نهاية الشوط الأول إيطاليا لم تستسلم وقلصت الفارق في الشوط الثاني عبر مويسكين الذي سجل هدفين في الدقيقتين 49 و69، ثم جاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة 95 عن طريق راسبادوري. لكن رغم التعادل تأهلت ألمانيا بفضل فوزها ذهابا بهدفين مقابل هدف لتضمن بطاقة العبور بمجموع 5 أهداف مقابل 4. وفي مواجهة أخرى فرض المنتخب البرتغالي نفسه بقوة وعاد من بعيد بعد خسارته ذهابا أمام الدنمارك بهدف دون رد لينتصر إيابا ب5 أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة على ملعب خوسيه الفالادي. البرتغال سجلت عن طريق هدف عكسي من يواكيم أندرسون، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني تله هدفان لفرانسيسكو ترينكاو، ثم هدف خامس حمل توقيع راموس في الوقت الإضافي، وبذلك يتأهل منتخب البرتغال إلى نصف النهائي بمجموع 5 أهداف مقابل 3. هذه النتائج رسمت ملامح قمة كبرى في نصف النهائي، حيث تضرب ألمانيا موعدا مع البرتغال في 4 يونيو المقبل في مواجهة تعد من الأبرز في البطولة نظرا لتاريخ المنتخبين وثقلهما القاري. التاريخ ينحاز للماكينات الألمانية، فقد تواجه المنتخبان في 19 لقاء فازت ألمانيا في 11 منها وتعادلا في 5 مباريات، بينما فازت البرتغال في 3 فقط. كل الأنظار تتجه إلى هذه المواجهة النارية، خاصة في ظل وجود أسماء كبيرة في كلا المنتخبين، على رأسهم كريستيانو رونالدو من جانب البرتغال وعدد من النجوم الصاعدين في صفوف ألمانيا أبرزهم جمال موسيالا. أما المباراة الأخرى في نصف النهائي فستجمع بين حامل اللقب منتخب إسبانيا ومنتخب فرنسا، وذلك في 5 يونيو. إسبانيا تأهلت بعد التعادل ذهابا وإيابا مع هولندا وحسمت التأهل بركلات الترجيح ب5 أهداف مقابل 4. أما فرنسا فقد واجهت كرواتيا في صدام قوي انتهى كذلك بركلات الترجيح لصالح الديوك الفرنسية. نصف نهائي هذه النسخة من دوري الأمم الأوروبية يعد واحدا من أقوى نسخ البطولة حتى الآن، بالنظر إلى الأسماء الكبيرة المتواجدة والمستوى العالي الذي قدمته الفرق المتأهلة. جماهير كرة القدم ستكون على موعد مع صراع قاري محتدم مليء بالإثارة والندية والتاريخ. شخصيا أنا مع البرتغال، وأتمنى فوز الدون كريستيانو رونالدو الذي حمل هذا المنتخب على أكتافه لسنوات. البرتغال قبل رونالدو لم تكن مرعبة كما أصبحت بعد ظهوره، كان دائما القائد الحاسم والملهم الأول، واليوم ورغم وجود بعض الأسماء الجيدة إلا أنني لا أرى أن هذا الجيل يضاهي من سبق، لا في العقلية ولا في الأداء. وللأسف أقولها بصدق، رونالدو يستحق فريقا أقوى وأكثر وعيا يليق بمسيرته العظيمة، لكن كما عهدناه دائما هو لا يستسلم، وربما مجددا يقودهم إلى المجد. كل الإجابات ستحسم على أرض الملعب في يونيو المنتظر.